بيجي واحد بيفعل شيء وبعد ان يفعله بيجي بيصير ينظر لك مساله انه هذا قضاء وقدر. لا، خلينا نتحمل مسؤولياتنا ونرجع نصحح الامور. انا القضاء والقدر اللي بفهمه هو اني بقدرة الله بمشيئة الله اني اصنع المستقبل. ما بفهمه باني ارضخ للواقع. أنا القضاء والقدر بحسب عقيدتي هو ما قاله الإمام الخميني: احذفوا من قاموسكم كلمة لا أستطيع. أنت مختار، أنت تستطيع. قضاء والقدر يعني أنا أستطيع أن أحول المجتمع إلى مجتمع راق، مجتمع كمالي، مجتمع عادل، يرفع الظلم، يرفع الفساد. هذا هو القضاء والقدر الذي أؤمن به. مش القضاء والقدر الذي أؤمن به هو الرضوخ للواقع الحالي وعدم القيام بإصلاح الواقع وبتغيير الفساد فيه.